يعني انت هتقول لي هل انت شايف ان هو هيروح في يناير ريال مدريد ولا هيستنى للصيف وليفربول هتخسره؟ فاللي بيعمله ارن سلوت مع ليفربول تكتيكيا بجد بجد لازما يتدرس في اكاديميات الكوره. بمناسبه بقى ان ارنولد تمام، يعني الراجل ده مفيش غنى عنه في تشكيله ليفربول. تمام، الراجل ده مفيش غنى عنه في الكرات القطريه، الراجل ده مفيش غنى عنه في الكرات الطوليه، الراجل ده مفيش غنى عنه في اي حاجه. دلوقتي ارنولد المفروض ان هو مش مجدد عقده زي صلاح وفان دايك وارنولد. طيب ارنولد دلوقتي المفروض ان بلينجهام مخلص القصه تماما مع ريال مدريد، وانا بالنسبه لي ده ابجريد كبير قوي مع ريال مدريد، لان ريال مدريد من الفرق اللي بتلعب فعلا كور قطريه وبتلعب كور طويله على طول، لان هم دايما عندهم صراعات. فانت فكره ان ارنولد هيمشي من ليفربول، لا ده صعب، وليفربول متمسكه بيه لحد نهايه الموسم. ريال مدريد كعاده بيريز، الدماغ الشغاله، هقدم لك عرض في يناير، قبلت بيه قبلت، كده كده هيجي لي في الصيف ببلاش. فهل لو ارنولد مشي من ليفربول ده هيخلي صلاح يجدد ولا هيخلي صلاح يفكر 100 مره؟ ما صلاح برضه عنده 33 سنه. صلاح لو كان عنده 29 سنه ولا 28 سنه كان زمان نص فرق اوروبا دلوقتي هتقدم له عرض، لكن سن صلاح بيقول لك دلوقتي ان هو مفيش فرقه زي ريال مدريد ولا زي برشلونه هتقدم له عرض. فهل فعلا ارنولد هيمشي من ليفربول؟ طب ارنولد لو مشي من ليفربول، الجزء بتاع اللي هو يبقى صانع العاب من متاخر ده ويبقى صانع العاب من الاطراف هيبقى موجود؟ طب الكرات الثابته اللي هم بيعتمدوا عليها برضو هتبقى موجوده؟ فهل اداره ليفربول اداره للدرجه دي فقيره في ان هي مش عارفه تجدد عقد ارنولد وعقد صلاح وعقد فان دايك؟ طب ما هو المدرب هيلعب بمين؟ ما هو مش ساحر برضه، ما هي اللعيبه دي شايل الفرقه بقى لها زمن، فانت تجيب اللعيبه دي وما تجددلهاش؟ يعني انت هتقول لي هل انت شايف ان هو هيروح في يناير ريال مدريد ولا هيستنى للصيف وليفربول هتخسره؟